السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير هانيين؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. مهم البنات، هذا روتين ديال نهار الجمعه. المهم ديال روينه من مورا ما كنساليو الغدا. صراحه ما بغيتش نشارك معكم الطعام وداكشي لحقاش فايته مشاركه معكم نفس الروتين. المهم بعد ما تغدينا وتكينا وسالينا دابا مورا العصر غندخلوا البنات الجمعه ديال الروينه هذه. صافي البنات انا غير كنتغدى كندي اشراق للروض، صراحه كنتقال كنقدر ندير حتى حاجه. قلت خليني نمشي نتصنت لعظامي تنسالي ونوقف في مره ندير كسكروط وندير العشاء ونجمع هاد الروينه حدايا. هنا البنات راني جبدت لها شوار غادي ندير بها الخبيزه ان شاء الله. ندخل الخبيزه نديرها للعشاء. يلا خليكم معايا. وصافي البنات من بعد ما كنتكا وكنشبع راحه مع راساتي، صافي انا هذا هو هادشي اللي وليت كندير. كانت البنات كنغسل المواعن مورا الغداء عاد نمشي نتكا، ولكن علاش تنقول انا صافي غنوض غنوقف وقفه وحده، اللهم نمشي نتصنت لعظامي حتى نوقف مره وندير كلشي دقه وحده. صافي هنا البنات كنحيد البنات اي حاجه غادي ترمى، يعني كنقي الماعن وداك الشيء. هنا البنات راني نسيت ما قلت لكمش نتغداو عندنا الضياف، داك الشيء علاش تشوفوا الماعن زايدين والقصاري زايدين معالق كلشي زايد. تغداو عندنا الضياف غير تغداو ومشاو، يعني ما جلسوش. صافي داكشي علاش الماعن شويه زايدين. صافي هنا البنات كما قلت لكم غنقي الماعن كاملين داكشي اللي غنحيد صافي، وغنجمع الزاج بوحدو غادي نبدا نغسل فيهم. وصافي هادشي اللي كاين البنات. بغيت نهضر معكم على الفيديو ديال البارح اللي خليتو لي اقتراحات ديالكم بالنسبه للخدمه. شكرا البنات الله يخطيكم، والله عرفتي طيحتوا عليا شي افكار زوينين الصراحه. بقيت كنفكر فيهم. منهم واحد السيده قالت لي ديري دروس الابتدائي حتى هي عجباتني، ولكن سي دوماج ما عنديش كيفاش غندير. يعني دروس ديال الابتدائي خاص يكون عندك شي محل ديالك اولا دارك، على الاقل دارك تكون زوينه بحال هكا، تاخدي شي صاله وديري فيها الدروس للدراري ولا ديري لهم مراجعه هكا مزيان. وحده عاوتاني قالت لي واحد الاخت اخرى قالت لي ديري حضانه للوليدات في دارك. انا كنحماق على هاد الخدمات كاملين اللي من الدار، حيت انا اصلا راجلي ما يخلينيش نمشي نخدم في برا. يعني هو اليوتيوب وكون جات عليه كيقول لي غير حيدي، كيقول لي غير حيدي ما عندك زعما ما عندك ما ديري بالخدمه. انايا قاد يعني انا قاد بشغلي لعينك، زعما لا فيك ما تصبري معايا وتي عارفه في الاول الظروف كيفاش دايره وكل شيء، وعارفه انا معاك ود الناس وكنقلب زعما على خدامي وداير ما في جهدي. وما تعرفي ربي يسهل علينا في اي لحظه، ربي يكرمني بشي خدمه تكون زوينه وهادي وظروفنا تتحسن. تيقول لي زعما لا فيك ما تصبري وهذا غير حيدي اليوتيوب وداك الشيء، وانا قاد بشغلي. كنقول له انا لا، خليني نتعاون معاك وهذا ما فيها باس، ونوقفوا زعما نديروا يد في بعضياتنا وهذا وحتى نوصلوا ان شاء الله داكشي اللي بغينا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. زعما قلت لكم راجلي ما يخلينيش نخرج نخدم شي خدمه برا ولا فهمتوا. مثلا شي خدمه برا، يعني لا كيقول لي بغيتي تخدمي خدمي من الدار، شي حاجه ديريها من الدار، شي عمل يدوي، شي حاجه مهم بحال هكا. صافي هادشي اللي كاين البنات. بزاف ديال الافكار قلتهم ليا زوينين. انا البنات ما سبحان الله العظيم فات الخمس سنين هذه اللي تزوجت بها، دابا انا عندي 5 سنين ديال الزواج. سبحان الله العظيم ما كاينش شي عام كيجي عندي وما كندير فيه والو، وتلقيني غير جالسه ما كندير فيه والو. ديما كنبقشاش، ديما كنحاول نغير من راسي، ديما كنحاول ندير شي حاجه نعاون بها راسي ونعاون بها راجلي. راه ما خليت البنات ما درت، ما تخيلوش ما خليت ما درت. غير هو ربي ما كيكملش عليا. علاش؟ حيت الهضره كتقوى بزاف. يعني واحد الحاجه انت مازال ما بديتيها يلاه نويتيها وكتبارطاجي الفكره مع مالين الدار حتى كتلقايها في خبار كلشي. يعني كلشي على الاخر جيتي غير الزنقه كوك امضرج درتي. انا كنتصدم بعدا، كنبقى نقول هادو منين جابوا الهضره؟ انا ما عرفتش والله. صافي ملي كتقوى الهضره على ديك الحاجه ربي ما كيكملش فيها وما كيسرش فيها. حتى من اليوتيوب كنت درته في الاول اللي عقلته وكان الحمد لله ربي يسر لي فيه، وبديت كنتخلص من القناه ديالي وكل شيء. ولكن قوه الهضره صافي نوضت المشاكل. ماشي المشاكل على اليوتيوب، انا ما عجبنيش الحال. مهم ما عجبنيش الحال لا شي حوايج وصافي وداك الشيء. علاش حيدت اليوتيوب كاع في مره. قلت صافي عمري ما نعاود نرجع له، ما عندي ما ندير. انا الحاجه تبقى تقوى عليها الهضره بزاف وانت ما كتربحي منها والو، وكلشي كيقول لك لا كتربحي الملايين كتربحي هذه. سمحوا لي البنات عاوتاني ضربني البرد. كيقول لك كتربحي الملايين، وفين ما هاد الملايين؟ كان عندي الملايين بقى تشوفيني دايره انا اليوتيوب غير ديك. والمهم صافي ما بقاش عجبني الحال وحيدته. عاوتاني بعت البيجامات، عاوتاني مشكل عاوتاني.
مهمه علينا. فهمتوا؟ يعني حتى شي حاجه ما كتيسر، هي الحاجه اللي بغيتي تيسر في الاول ضربي الطم، ما تقوليها لحتى شي واحد، حتى ربي يسهل عليك ويسر لك. حتى هما يعرفوك من بدايتهم من راسهم، عرفوك راكي دايره مثلا اليوتيوب تبارك الله، ما عرفوكش داكشي اللي بغيتي. عرفوك كديري شي مشروع لحقاش انا البنات يلاه ساليت جمعت الدنيا، وصلت للماعن. المهم قديت داكشي على رديت كلشي لبلاصتو. صافي البنات قديت العشاء، ها هو ندير خبيزه وندير معاه شي حاجه اخرى، يا اما ندير ما عرفتش لا ما عرفتش، المهم ندير معاه شي حاجه. شفتو خاصني البنات الثومه، انا ما كرهتش كنت ديت عليها دابا الطيب، ولكن خاصني الثومه ما عنديش حتى يجيو مالين الدار ويجيبوها ليا وصافي، ما فيها ما يخرج الصراحه. صافي وعاد درت البنات الماء يطيب باش نطيب اتاي الكاسكروط ودوك الحوايج. البنات كنت بغيت نصب اليوم الساعه ما صبنتش حتى الغدا ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين البنات. قلت لكم البنات راه الواقع هو هذا، يعني العائله ويعني المحيط اللي داير بيك، ماشي العائله زعما اللي عائلتك الصغيره، يعني العائله ريحه الشحمه في الشاقور والمحيط اللي داير بيك وصحابك وداكشي عمرهم ما يبغيو لك الخير. انا نقول لك اللي كاين، يعني يزرفوك في الاول دير واحد الحاجه وحنا معاك وحنا هادي وحنا هادي، فوا كديرها نديروا مثلا انا مثلا نبدا نبيع ونشري شي حاجه، مثلا نديروا حنا كندير الحلوى اولا كندير شي حاجه من الدار، راه ما يخليوك انت ويمشيو يشريو من عند واحده اخرى، غير باش انت ما تزيديش لقدام وباش انت ما توصليش لداكشي اللي بغيتي. انا هادشي كنقول لكم راه الواقع، راه ماشي كنهضر عليا انا، كنهضر بصفه عامه. فهمتوا؟ اي وحده دابا تنوض دير شي حاجه من دارها، بطبيعه الحال المعارف اللي كانت تقول راه غيوقفوا معايا وضاربه بهم الحساب اللي هما اللي غادي يعني يزيدوا بها لقدام، غادي يخويو بها ويخليوك انت ويمشيو ياخذوا من عند واحده اخرى. بعتي البيجامه تيخليوك انت ويمشيو ياخذوا من عند واحده اخرى. فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. يعني الا بغيتي ديري شي حاجه فمن الاحسن كاع ما يسيقوا لك الخبار، كتقوى غير الهضره، وديك الحاجه اللي كديري ما كتصدقش اصلا. المهم هادشي اللي كاين البنات، قويت عليكم الهضره سمحوا لي. هنا راه طابت البنات الخبيزه كيف كتشوفوا، راه خليتها حتى نشفات من هذيك الماء اللي درت فيها، حيت كنطيبها بكاس ديال الماء وكندير ليها الثومه وشويه ديال الملحه، خليتها حتى نشفات، طابت وحتى نشفات من ديك الماء في مره عاد شرملتها. صافي البنات. وبالنسبه للمرافقات اللي درت معاها درت البنات البصاره، ما عرفتش انايا واش كيديروها الناس ولا لا، المهم انا طاحت في بالي درتها. المهم لقيت ما ندير، قلت لهم نديروا البصاره ونشتهم بغاو والله الا فرحت. قلت ماما كيبغيوش، شحال مره كنقترح عليهم نديروا البصاره العشاء تيقول لك لا، علاش؟ من البصاره كيتعشاو بها الناس، البصاره راه كيتغداو بها، ممكن تاكلوها في اي وقت، يعني في الفطور في الغداء في العشاء ما كاينش مشكل. ايوا صافي منين نوافقوا على البصاره فدرتها، جاتني صراحه عشاء ساهل دغيا. اصلا بديتو بكري، يعني البصاره كاع زعما بديت العشاء ديالي بكري، صافي دغيا ساليت بقيت غير جالسه. هادشي اللي كاين البنات. كان هذا هو الروتين ديال نهار اليوم، كان هذا هو عشانا المتواضع. هنا حطيت البنات الكمون السودانيه وشويه ديال الزيت البلدي هذه اللي بقات وصافي، وديك خبيزه والخبز وصافي البنات. كنت بغيت ندير اتاي الساعه حجزت. هادشي اللي كاين البنات. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.